النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا جدا عند السلاحف، ومعظم المربيين بيشتكوا لي دايما منه، ودايما بيقولوا لي السلحفة بتاعتنا عندها إمساك، السلحفة بتاعتنا فاقدة للشهية، السلحفة بتاعتنا عندها خمول. هو فعلا يا طنط نانا ممكن الإمساك ده يعمل كل المشاكل دي عند السلحفة؟ للأسف الشديد أيوة. لو السلحفة عندها إمساك هتبقى عندها فقدان للشهية، لأن طبعا معدتها بتكون مليانة فمش هتقدر تاكل وتهضم الاكل، لان اوريدي الاكل في بطنها مش مهضوم. وكمان بيكون عندها خمول، ما هي مش قادره تتحرك ولا قادره تمشي. وكمان بيبقى عندها كسل كده ووخم، وممكن لا قدر الله الامساك يقلب بمشاكل تانية كتير. طيب الحل ايه؟ الحل بسيط جدا وهنقوله في الفيديو بتاعنا النهارده. بس طبعا قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا نصلي على سيدنا محمد في الكومنتات، واللي ما عملش لايك للفيديو يعمل لي لايك، وكمان اللي لسه ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك عشان كل ما انزل فيديو توصلوا فيديوهاتي بمنتهى السهوله، ويعمل شير لكل اصدقائه، عشان الهدف الاول والاخير من القناه ان احنا نربي تربيه سليمه ونحافظ على السلاحف من الموت ومن الانقراض. تمام. هنقول بقى اول حاجة انا عملتها، طبعا عملت لهم حمام مية في الطبق الكبير او الطشت الكبير ده، مليته. وبس انا ما حبيتش اصور يعني، عشان انا عملت لكم الفيديو ده اكتر من مرة قبل كده، فمش عايزة اطول عليكم الفيديو يعني. المهم اول حاجة بطلع بملأ، طبعا بنقي الجو يكون مشمس وحلو، ما يكونش فيه هوا عشان البرد. ببتدي املأ الطشت ده يا دوب بيطول المية، تطول الصدفة بتاعت السلاحف من تحت، يعني ما توصلش لراسها ولا لبقها ولا الانف بتاعتها. اوكي. وبعد كده هلاقي السلاحف ابتدت تتحرك وتروح وتيجي وتنزل بقى ان كان عندها امساك او بول او براز، بتبتدي تعملهم في المية. وكمان لو عطشانة برضو بتبتدي تشرب من المية. اوريدي اول ما بلاقي المية اتوسخت على طول بغيرها، ما ينفعش ان انا اسيب المية مش نظيفة. اوكي. بغيرها. بعد كده انا رحت جايه حطاهم بقى في الشمس، بعد ما غسلت بقى الطبق او الطشت ده كويس تاني ونشفته، وحطيتهم بقى كلهم في الشمس عشان ينشفوا، عشان ما يجيلهمش برد. كمان الشمس بيدي نشاط وحيوية. طيب انا عشان اعالج الامساك، لو مثلا السلحفة بتاعتي برضو ما عملتش في الحمام المية، يعني ما عملتش حمام او كده، هو معظم السلاحف بصراحة لما بنحطها في حمام المية بتتحرك، بتبتدي تعمل حمام زي ما حضراتكم شايفين كده، سواء في حمام المية او بعد حمام المية. اهو ابتدت السلاحف عندي تعمل. طيب ايه الوجبات اللي كمان بتساعد في الحمام في موضوع يعني علاج الامساك يا طنط نانا؟ زي ما حضراتكم شايفين كده، الملوخية الخضراء ومالية السوق عندنا وسعرها رخيص مش غالي، وكمان الكوسة والخيار، الحاجات اللي بتبقى فيها مية وملينة. شايفين انا بوريكم ان ابتدت السلاحف تعمل حمام اهو، وفي عملوا كتير في اثناء حمام المية وانا بعمل لهم الحمام. ففي سلاحف عملت كتير جدا في الحمام، عملوا بقى طبعا البروتين الزيادة، وفي عملوا براز زي ما حضراتكم شايفين كده. وطبعا انا قلت طبعا عشان لو سبتهم في السطح كانوا هينتشروا، عشان اقعد المهم مش كنت اعرف اصورهم، فانا قلت ما احطهم في الطبق. شايفين هنا كمان، هو طبعا هنا الحمام سايب مكان المية لانها هي شربت مية كتير وعملت حمام. المفروض الحمام بتاع السلحفة يكون جامد زي ما حضراتكم شايفين كده، ايوه زي اللي في الصورة ده بيكون جامد. التاني برضو مش سايب قوي، بس لو سايب عن كده بيبقى عندها اسهال، وانا برضو كنت عاملة فيديو عن موضوع علاج الاسهال قبل كده عند السلاحف. تمام. وبرضو كنت عامله لكم فيديو ازاي نقدر نعرف صحة السلحفة من لون البراز بتاعها او من الحمام بتاعها. كل ده انا كنت شارحه. وشايفين هنا زقزوق طبعا اكل وشرب وكالعادة ما بيريحش. فهنا بقى السلاحف بعد ما شمستها وكلت، رحت جايه طبعا برضو نظافه السيراميك دي مهمه جدا. انا حطيتهم بقى في البيت بتاعهم، وحطيت لهم السيراميك، وحطيت لهم بقيه الاكل، عشان في سلاحف كانت كلت وابتدت بقى تروح عشان تنام زي ما حضراتكم شايفين، وفي سلاحف لسه بتاكل. على الحركه مع حمام الميه مع الاكل، هو ده احسن علاج للامساك عند السلاحف. السلحفه بتقعد تتحرك كتير اثناء حمام الميه، وحمام المية اصلا لو بيعمل لها
ترطيب للجلد بتاعها وللديل بتاعها ولإيديها ولرجليها. وكمان لو عطشانة بتبتدي تشرب. على فكرة مش كل السلاحف بتشرب مية، في انا بلاحظ عندي في سلاحف بتبقى عطشانة وبتشرب مية كتير، وفي سلاحف بتكتفي بالمية من الخضروات اللي بتاخدها. بس احنا الواجب علينا ان احنا نعرض عليهم المية. هما شربوا شربوا، ما شربوش خلاص، عشان بس ما نتحاسبش، لان الجو حر والسلاحف بتبقى محتاجة مية كتير. هنا زي ما حضراتكم شايفين كده، كل سلحفة بسيبها براحتها خالص. اللي كلت وعايزة تروح تنام بسيبها تروح تنام، واللي لسه بتاكل بسيبها لغاية ما تخلص خالص. شايفين هنا بقى دول كلوا خلاص شبعوا، وبيبتدوا يروحوا يناموا في الحتة دي، وبيحبوا كده يحطوا راسهم في اي حتة ويبتدوا يناموا. بالنسبة لهم كده الأمان والراحة والاستقرار. لازم نخصص بيت للسلاحف يا جماعة، لازم نخصص لهم، لازم يكونوا بيتعرضوا للشمس، لازم كمان نكون بننوع لهم في الأكل زي ما حضراتكم شايفين كده. يا رب الفيديو بتاعي يفيد حضراتكم، وان شاء الله كده اللي لسه ما عملش لايك للفيديو يا ريت يعمل لايك للفيديو زي ما قلت لحضراتكم. اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويعمل شير لكل اصدقائه. بإذن الله إذا عشت وكان لي عمر انتظروني في فيديو جديد. سلام عليكم.